إلى عالم التواصل الاجتماعي اللي يعج بالمحتوى المتنوع. بشار غنام شاب سوري برز على المنصات بأسلوبه الفريد اللي يجمع ما بين الطرافة والموسيقى والنقد الاجتماعي أيضا، واستطاع غنام أنه يحول مواقف يومية بسيطة لأغاني معبرة ومضحكة أيضا للناس، واستخدم فيها حسه الفكاهي وقدرته على التأليف السريع على التواصل مع الجمهور العربي ولا سيما فئة الشباب. صحيح رغدة، ويمكن أكثر ما بيميز بشار هو طريقته السريعة بالغناء. يعني له بصمة خاصة فيها، وهي إشارة إلى نمط حياته السريع والمليء بالأفكار الإبداعية. فبأسلوب بسيط ومن خلال أغاني قصيرة بيسلط بشار الضوء على قضايا اجتماعية وشخصية بطريقة كما ذكرنا تجمع يعني بين المتعة وأيضا الرسائل الهادفة. رحلة غنام في عالم صناعة المحتوى هي بدأت أساسا بدافع الشغف للموسيقى، وسرعان ما أصبح اسمه معروف على منصات التواصل الاجتماعي اليوم، وصار محتوى يعكس صورة عصرية للجيل الشاب اللي يستخدم الفن عادة كأداة للتعبير عن قضاياه وعن الواقع الذي يعيشه بأسلوب ساخر وذكي. فر الأسد والشعب باقي، يعني لما توصل للحدود ما في داعي تقاقي. كلنا أخوة كلنا واحد، بس يا حسرتي علي لساته برا قاعد مني وجره علينا قصص وبلاوي. يلا المهم ما ضل مين يقصفنا بالكيماوي، وما ضل حكومة ترمي عليها فشلك، وهداك اللي قالك لما يسقط النظام بيجي بطل بك الله بهدلك. دقي له يلا هز كتافك وتعال اطلبني غني له، وانت التاني حرك حالك لنعمر هالبلد. سبحان ربي يلي باقي ولم يبقى أحد. لك امتى بدي جوزك لك امي؟ والله يا امي الوضع مزري، خلني احكي لك الدغري. يا دوب ملحق دخاني فخلص ما يقوس مني، والمدام اذا التقيت بدها مقدم بالدولار وشهر عسل بالمالديف، وكشف جنس المولود عبرش خليفه يا لطيف. ولسه ما حكينا لا بالعرس طيب خلص حظي نحس ما في فرص، فقصة تكمل نص دينك وبتعينك وملاقي لك، والولد بتجي رزقته معه ومسايرينك. عمي انا ما بدي، ولما يزيد هالمعاش نبقى نكمل النقاش. بعد ما شفنا إذا مقتطفات من محتوى بشار غنام وأغانيه، يسعدنا أنه نتعرف عليه عن قرب وأنه ينضم إلنا اليوم. صباح الخير بشار وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني بشار، خلينا نبدأ من الأول. كيف طلعت ببالك فكرة دخولك عالم السوشيال ميديا وصناعة المحتوى، وتحديدا يعني هذا النوع من الغناء الساخر لكن ناقد بنفس الوقت؟ أول شيء يسعد صباحك. هلا هي القصة قديمة كتير بصراحة. يعني نحن من لما كنا بالمدرسة كنا نهرب من المدرسة، كنا ب 15 16 سنة نقعد نكتب هيك أغاني ونألف ونلحن ونضحك وهيك بين بعض. فإنه شوي شوي مع التجربة والتطور فإنه حبيت فوت السوشيال ميديا بهذا الباب، إنه أنقد بحيث ما يمل المشاهد، توصل الفكرة ويكون مستمتع وعم يضحك. بس حلو انك انت استخدمت شيء يعني كنت تحب تعمله ايام الطفوله او المراهقه، وصار اليوم وكانه هو شغلك يعني في السوشيال ميديا. الحمد لله. او الشيء اللي يبسط الناس ممكن اللي تعمل فيه. طيب شنو اليوم الشيء اللي يلهمك لما تألف أغاني من مواقف يومية بسيطة؟ كيف عملية التأليف هذه كيف تجيك؟ هلا هي المواقف نفسها هي اللي بتلهمني. يعني بس حسب، احيانا ممكن يكون هيك اتعرض لموقف مثلا بالشارع او بالشغل او بشي محل، فانه هيك تلمع الفكره براسي، فشو اقول بدي اعمل شيء عن هذا الشيء، لازم ينحكى عنه، لازم كذا. او ممكن يكون شيء انا عم بعمله يوميا وماني منتبه عليه، وفجاه مثل الشغل مثلا انه انا عم روح على الشغل وما عم بستفيد شيء وما بعرف شو، فانا عملت فيديو وكثير حبيته لحالي هذا الشيء. المميز انه يعني انت بكون في عندك فكره مجتمعيه مهمه، لكن بتقدمها بقالب فكاهي وبيضحك الناس مثل ما ذكرت بشار. كيف بتوازن وكيف تخلق يعني الفكاهه من قلب قضايا يعني هيك حساسه وجاده وبتهم الشباب؟ يعني كيف تقدر توازن؟ هلا بيقولوا شر البلية ما يضحك. أول شيء، ثاني شيء إنه أنا لما بدي أجي أحكي عن قضية مثلا الفقر، القتل، البطالة، ما حدا حيسمع. إنه كل واحد همه على قده مثل ما بيقولوا. فأنا بوصل لك الفكرة، إنه بجيبك أول شيء بسولف معك كلمتين بنضحك، بعدين بوصل لك الرسالة تبعيتي.
هي مثل ما بيقولوا حبكه اهم من انه موازنه. يعني مثل ما عملت مثلا في المقتطف اللي شفناه الان، اللي هو على اساس انه والدتك تحكي معك على الزواج وبعدين ردك عليها. صارت معي على فكره موقف اوكي حقيقي الموقف صار يعني. طيب احكي لنا على الموقف كيف صار. وكنت قاعد والله هيك عم نحكي انا والست الوالده الله يخلي لك والدتك، فعم تقول لي انه بدنا نفرح فيك وما بعرف شو. فانا صفنت هيك انه والله يا امي عايف حالي انا، ويعني الوضع شايفي على الكل. فانه قلت لها ان شاء الله. فقعدت صفنت فيها هيك انه ايه بعمل هيك شيء كمان بتحب الناس، انه مثل الشباب كثير هيك. ايه يعني كثير من الشباب عندهم الله يخلي لنا امهاتنا ضغوطات من الامهات بحبوا يفرحوا فيهم، فمشكله مشتركه بحس بشار. طيب شو اكثر غنيه نشرتها على السوشيال ميديا وجابت تفاعل كبير، جاءت بتفاعل الجمهور معها؟ هلا هي اخر وحده تبع انه متطلبات المرأة ومتطلبات الزلمة، فأنا نشرتها وإنه هيك تسلاي. يعني ما كنت متوقع إنه كنت هنسألك عليها بشار، لأني شفته هذا الفيديو، وكانت أول ما شفته قلت إيه صح إنه أوكي يعني هو مش غلطان بصراحة بشار. بس كمان شفت تعليقات كثيرة، يعني كيف تعاملت الناس معه، وخاصة البنات كيف ردوا عليك؟ هلا بصراحة النسبة الكبيرة حبته للفيديو. اوكي. انه لو لذيذ كذا مزاحة، بس انه ايه في يعني البنت بحاجة لهيك متطلبات. عرفتي؟ يعني زعلت البنات منك بشار ولا شو؟ لا مبسوطين كانوا بصراحة. طيب تمام. طيب بشار، بتواجه صعوبة يعني عادة بالحفاظ على أسلوبك هذا الفريد، خصوصا لأنه عم نشوف اليوم كم هائل من المحتوى موجود على السوشيال ميديا؟ هلا الصعوبة بصراحة مو بالمحافظة على الأسلوب، بالمحافظة على النشر الدائم، على المتابعة. يعني بتعرفي هلا أنت الواحد إذا بوقف خلص راحت كل شيء تعبه. منافسة كبيرة يعني. ايه صح. هي بيني وبين نفسك هيك تقولي يعني. صح. طيب في هذا المجال نفسه هناك صناع محتوى يعني قريبة الفكرة منها، قريبة هذه الفكرة، ربما في منافسة في هذا المجال شوية. أنت هل تفكر بتوسيع نشاطك حتى يشمل أنماط أخرى من الموسيقى أو أنماط أخرى من المحتوى؟ أنت محتواك شوية فكاهي بس في نفس الوقت موسيقى يعني راب شوية. اليوم شو تفكر بالضبط لخطوات قادمة؟ هلا ان شاء الله في مشاريع هيك اذا الله راد رح نتجه لانتاج الموسيقى الاحترافي، بس بحس بكير لسه شوي. لانه في عندك يعني لانه لما نسمع في عندك يعني في مقومات موسيقى يعني بالاساس، عرفتي؟ بس انه حاولت اطور هذا الشيء، فوت السوشيال ميديا، فوت صناعه المحتوى بالراب، فكاهه، نقد اجتماعي، كذا هيك، فطلع معنا هذا المزيج. جميل، مزيج حلو كثير. طيب بشار، يعني بدنا نحكي كمان شوي، معلش بدنا نزعجك عن الجانب السلبي، لأنه كل صانع محتوى اليوم بيفرد وراءه على السوشيال ميديا، وأكيد يتلقى إعجابات وإيجابيات وسلبيات، في ناس بتحب في ناس ما بتحب. أنت كيف بتواجه انتقادات سلبية؟ كيف تتعامل معها؟ وشو أكثر الانتقادات اللي يعني بتتكرر على صفحتك؟ عشو بينتقدوك عادة؟ هلا النقد موجود وبشكل كبير بصراحة. بس يعني ما قبل النقد الموجود في دعم رفقاتي، دعم الناس اللي بتحبني، هدول الشغلات بيعوضوني، عرفتي؟ فانه انا جاي من بيئه مثل ما بيقولوا انه ليك هذا عم يعمل شيء على السوشيال ميديا كذا، ليك بضحك، ليك مو ظابط، شو بدك بهالقصه، شو ما بعرف شو. بس بنفس الوقت رفقاتي انه ايه حلو، كمل، برافو، كذا. فيعني واجهت بالبدايه واجهت كثير صعوبه ونقد، بس انه نقد على نوع المحتوى يعني بشار، انه ساخر وفكاهي ولا كيف؟ النقد على الشغل بشكل عام، انه انت ليش هيك عم تضحك العالم عليك، عرفتي؟ مش مقتنعين بهذا بطبيعه العمل هيدا. صحيح. اعتقد في الوطن العربي بشكل عام يعني او يعني عند البعض في هذه يعني اول حد ما يعمل محتوى ربما كوميدي، وخاصه في البدايه يعني ياخذ شويه وقت حتى يدخل في قلوب الناس. كوميديا اصعب شيء اتوقع يعني في هذا الموضوع من وجهه نظري اكيد. طيب بالنسبه للجمهور، هل يعني في موقف او قضيه معينه مثلا يبعثوا لك الناس على طول متمنين انك انت تحكي عليها في محتواك، تتناولها بشكل يعني بالشكل متاعك؟
هلا في بصراحة بالعكس أنا كثير بحب هيك إنه تناقشنا أنا والجمهور يعني بأكثر من مرة، بس إنه ما حدا أعطاني فكرة تحكى، عرفتي؟ طب أنت شن حابب بس تحكي؟ بالعكس هذا كثير شيء حلو. أنت شن حابب تحكي طيب؟ أنا حكيت. لسه رح نشوف أكثر أكيد. طريق مستمر. طيب عن طريق هذا المستمر إن شاء الله يكون حافل دائما بالنجاحات. بشار، الآن أنت قدمت وحكيت وحطيت فيديوهات وعندك تفاعل وجمهور بحبوك ومتابعين، ما الحلم الأكبر الآن اللي تطمح للوصول إليه من خلال عملك ومحتواك؟ خلينا نقول إنه الحلم موسيقي أكبر. ليش؟ يعني بدي أقول لك، يعني مثلا أنا بحلم إنه الرابر يكون له مكانته بين الفنانين، إنه هذا بيغني راب، هذا فنان مثله مثل الممثل، مثل المغني العادي، إنه يكون له قيمته، يستدعى، يكرم، جوائز، احتفالات، عرفتي؟ إنه لا يضل مهمش. نحن عندنا بالوطن العربي الراب جدا مهمش، ليش؟ إنه بشوفوا إنه لغة الشارع، وهي لغة الشارع هي لغة المجتمع. أقرب يمكن من المجتمع، أو تعطي صورة أوضح ومصداقية فيه كتير كبير. عموما نتمنى لك التوفيق بمشوارك سواء بصناعة المحتوى ولا حتى بمشوارك الفني والراب، نشوف غنية راب تكسر الدنيا. شكرا جزيلا لك بشار غنان صانع المحتوى.